السلام عليكم، ازيك يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وقويهم يا رب العالمين. فعايزين ندعي لهم كتير. فالنهارده فلوج من عندي في الشغل. النهارده بقى عندي الكرسي ده بتاع الدكتور، هنبدا ان احنا ننضفه ونعقمه، والرابنج الازرق ده هنشيله كله، وهنبدا اوريكم ازاي بيتعقم عشان اللي تروح لدكتور اسنان تتاكد ان الدنيا لا بتتعقم تمام. فاول حاجه هعملها ان انا هلبس البلطو، عشان دايما قبل ما ابدا تعقيم لازم ابقى لابسه حاجه عشان هدومي ما تتبهدلش، يعني لو بستخدم كلورو مثلا ولا حاجه. جبت معايا الستاند بتاعي عشان نصور. انا باجي الصبح بلاقي زميلتي بقى بتاعت بالليل تبقى غسلالي الادوات دي كده. الادوات مغسوله زي ما انتم شايفين كده، الدنيا مش منظمه لان كان في شغل بالليل. فالادوات اهي بتبقى غسلالي وحطها لي على مفرش. المفروض ان انا ببكت واعقم، وانا اوريكم الخطوه دي قبل كده. شايفين البقعه دي بتاعت المحلول بتاع الكاميرا، بيعمل جامد، بيبقع جامد قوي. هم حاطين الكاميرا تشحن، ده الشحن بتاعها. انا هشيله كفايه كده، ده محطوط من بالليل. بس دي الكاميرا اللي احنا بناخد بيها الاكس راي. قبل ما ابدا انظم الدنيا دي هنظمها في الاخر. هنبتدي نعمل الكرسي، اثبت بس الكاميرا ونعمل الكرسي. هبتدي اول حاجه ان انا البس جلافز. بصوا الجلافز اللي انا بستخدمه جلافز سمول على قد ايدي، يعني عشان ايدي صغنونه، تقريبا دي الحاجه الصغنونه الوحيده اللي فيا. فهبتدي ان انا اهم حاجه ان تبقي لابسه جلافز في التعامل مع اي حاجه تخص الاسنان، لان فيها عدوى جامده بسبب ان يعني خلع ولا حاجه. طبعا الادوات كلها بتبقى في بق المريض، فاحنا ما نضمنش ده عنده ايه. بالنسبه بقى للرابنج الازرق ده، كل ده هيتشال. هبتدي ان انا اشيله كده، كل ده هيتشال. احط جنبي سله وابتدي ان انا اشيل الرابنج الازرق ده كله. دي الكونترا اللي هي الهايز دي تبقى طويلة كده لون تمام. كل ده طبعا هيتعمل الاول، هيتعقم دي كده. في شايفين دوائر من هنا، هدوس على الدايرة الكبيرة واخلعها، دي هتدخل التعقيم معايا تمام. ونشيل برضو. شايفين من الاستخدام بقى بيبقى عليه كده زي ما انتم شايفين حشو كده، يعني مكان الشغل. لازم ما بين كل مريض والتاني يتغير الرابنج ده. دي بتبقى البقرة بتاعة الرابنج، بس لازم نلمع الاول ونعقم الاول قبل ما نحط الرابنج الجديد. ده السكيلر،
ده السكشن طبعا مش هلاقي فيه شفاف، مش هتلاقوا صوت. دي هفك القطعه برضه دي تتغسل، القطعه اللي هي العلويه دي فكها برضه تتغسل. ده برضو الاير تيب زي اللي احنا شلناه المره اللي فاتت في الناحيه التانية، موجوده برضو هنا. يعني زي ما انتم شايفين عندي البخاخه الاولانيه دي فيها كلور مخفف محطوط عليها كمان شويه ديتول، تمام. اما البخاخه دي فيها سايدكس، شايفين بيرغى ازاي؟ سايدكس معقم خاص بالادوات الطبيه بشكل عام، يعني مش في الاسنان بس بيستخدموه. عندي فوطه ميكرو فايبر دي انا مخصصاها لهنا، يعني انا والله جايباها من البيت مخصصاها لهنا للتعقيم بس والتنظيف بس. او بتستخدمي المناديل البكر، بس الافضل البكر اللي هو بتاع المطبخ الكبير بيعمل معاكي احسن. فانا هستخدم الفوطه الميكرو فايبر لان انا كل يوم بغسلها وبعقمها قبل ما بمشي، كل يوم انا بس بلتها شويه، ولازم تتساب تنشف طبعا عشان ما تلمش ميكروبات، تمام. وهنستخدم السايدكس، او انا ممكن ارش كلور وبعد كده نرش فوقيه السايدكس ونلمع. فاول حاجه اللي انا هعملها ان انا دي بقى التري اللي بيبقى عليها الادوات بتاعت الدكتور، انا فضيتها خالص من اللي فيها. ده كده كلور، والسايدكس عايزه اقول لكم الاثنين بعد ما بخلص بتلاقوا ريحه الاوضه تحفه. انا بحب ريحه الكلور جدا، بحسها ريحه نظافه وتعقيم كده. لما نجرب بالمناديل، بس المناديل هتلاقيها دابت معاكي، يعني هتلاقيها دابت بسرعه. بصوا بس طبعا هستخدم مناديل الجلافز بس. طبعا نسيت اقول لكم ان الجلافز اللي انا شلت بيه الرابنج رميته وحطيت جلافز جديد، تمام. هنا المنظر هتلاقيه بقى بيدوب معايا، ده بقى انا بكره المناديل بسبب كده. فانا جبت ميكرو فايبر، ما جبتش قطن، القطن يلم جراثيم على طول. الميكرو فايبر لا، يعني بتسيبيها كده ما بتاخدش نص ساعه على بعض تلاقيها نشفت خالص، فلازم تكون ناشفه تماما وجافه عشان ما تلمش ميكروبات. وطبعا انا بمسح بيها كل يوم يعني بعقم بيها كل يوم، فهي تقريبا غرقانه سايدكس وكلور. الجزء ده برده، الجزء ده كل ده انا رشيت عليه. دي الاير تيب، بيبقى واحده فيها اير هواء وواحده فيها ميه، حتى لسه شغاله اهي، شايفينها كده اللي عاملها هتمسك. فرغم ان انا مش مشغله الجهاز، اللي فيها التب اللي احنا شلناها وهندخلها تعقيم. الحاجات دي بتاعه الحشوات فما بتطلعش. الالتراسونيك اللي هي السكيلر اللي بيرجع تنظيف اسنان وفي ايه وكده الكتاب. اللي هو الالتراسونيك. حطيت الفيشه وهبتدي ان انا برضه اعقم الفوق، بس انا مش هعمله بالفوطه، انا هرش عليه بس كده كلور على الديتول، وهبتدي ان انا اشغل الميه بتاعتي. لما نعمل كده تاني نحط له ميه تاني ونشغلها. بالنسبه للرابنج، الرابنج اصلا بيجي زي ما انتم شايفين بكره كده، والبكره بيبقى فيها علامه تقطعي فين، شايفين اهو
باينه اهي اهي علامه تقطعي فين، فتحطي صباعك عندها كده وتقطعي زي المناديل كده البكر بالظبط. ماشي. فبيديني حته قد كده على احطها طبعا على الحاجات اللي الدكتور بيلمسها فقط، يعني مش هغلفه كله، احطه على الحاجات اللي الدكتور بيلمسها. المفروض الحاجات دي كمان بتتغير ما بين كل مريض والتاني، لو في عمليه زراعه ولا حاجه لازم كل ده التعقيم ده يبقى بزياده شويه، لانها بتبقى عمليه جراحيه، سواء بقى زراعه سواء خلع عقل كده. فخلينا بقى اوريكم انا احط على ايه بالظبط الرابنج بتاعنا. عندي الكونترا اللونج او الشورت. الشورت متشاله دلوقتي برضه. اخد طرف البتاع الرابنج احط كده وبايدي وبكف ايدك لفي 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 لفي. تمام. نفس الفكره برضه في الايرتل. مش عارفه يا رب يكون التصوير واضح. نفس الفكره برضه بس مش هحط هنا. طبعا الحاجات اللي بتبقى هنا دي حشوات ما بتطلعش ابدا، يعني لو جربنا نعملها ما بتطلعش، وده ما بيخشش تعقيم فبيتحط عليه معقم موضعي زي السايدكس كده. فهنلف برضو وهبعد برضو عن الزرارين. ده قلنا الاير وده الووتر ميه. بالنسبه للجزئيه دي، بالنسبه للزراير دي عندي زرار البي وزرار الار، وهنا بيعلي ويوطي ويمين وشمال. تمام. او اللي هو ده بيعلي ويوطي الكرسي نفسه، ده يمين وشمال ظهر الكرسي. تمام. ده كده دي حنفيه الحوض اهي، دي حنفيه العاديه ودي بتاعه الحوض. تمام. دي بتاعه الحوض ودي الكوبايه. تمام. هنا هدوس عليه بينور هنا يطلع لي الميه سخنه، بس احنا ما بندوس عليه ابدا. شايفين بينور؟ انا هلغيه. تمام. 6 ده تقريبا اللي هو بيرجع الكرسي للنظام الاصلي بتاعه. خلينا كده نجرب الكرسي اهو. لو جينا نعلي اهو بنفضل دايسين على الزرار بيعلى معانا. شايفين بيعلى ازاي؟ طيب لو عايزين نوطي كده بيوطى اهو. تمام. بالنسبه للظهر اهو كده اهو يميل وكده بيترفع. طب انا بقى حد اغمى عليه مثلا، ممكن حد يبقى يكون بيعمل عمليه يحصل له اي ظرف اي حاجه، فبندوس على زرار البي ده بيرفع الكرسي لفوق خالص زي ما انتم شايفين. اوريكم اهو بيرفع الكرسي لفوق خالص وبيميله كانه ايه يعني عشان يتعمل له اسعافات اوليه كانه شازلونج اهو. اترفع على الاخر خالص والمريض نام زي ما انتم شايفين، او لو في شغل يستدعي كده ان المريض يبقى نايم تمام كده زي ما انتم شايفين. اما بالنسبه طبعا التري دي بتترفع معاها. اما بالنسبه بقى لو انا عايزه ارجعه لوضعه الطبيعي تاني، اللي هو هدوس على الار اهو هيرجعه للوضع الاولاني خالص بدون اي تعديل وبدون اي حاجه ممتعه. طيب اكتر حاجه بقى الحته اللي بيقعد فيها الدكتور هي المنطقه دي والتري، والحته دي كمان بيمسكها. الحته دي برضو بتتمسك، وهنا برضو التري. طبعا لو ده من غير الرامنج هتلاقيه عمل كده. دي حشوات وكالسيوم ومش عارف ايه، فكل ده بتلاقيه لزق. فبدانا نحط الرابنج. فخلينا اوريكم برضو دي اكتر حته هنحط عليها رابنج النهارده. طبعا الحته دي عندي صغيره، هبتدي ان انا اقطع حتتين وابتدي ان انا احط هنا على المفاتيح. اريح بس هنا على المفاتيح الاول، بعد كده اعمل القطع كده. ايه تشتغل عادي، تشتغل بيها عادي، بس ايه المكان بيبقى متعاقم. بالنسبه للتري برضو ان انا هبتدي ان انا اعمل عليها مش شايفه
تمام. كده زي ما انتم شايفين كده دي اتغطت كده تماما. دي برضو اللي هي اللمبه بتاعت الاشعه دي هحط هنا، ده الدكتور بيمسكها يعملها كده، هحط برضو حته عليها من ورا، حته من ورا مكان ما بيمسك، مش هحط هنا اهو عليها. تمام. الجزء ده برضو نحط عليه المكان اللي احنا بنحرك كده، فهحط واحده في النص من الرجاله يمسك عليها، واحده بس يحرك كده يروح ماسك عليها. نحط برضو نغز صغير نضغط على الكرسي الالتراسونيك، نحط الكرسي اهم حاجه نسيت الجي ونسيت الجي ونسيت كده اهو. خلصنا كده زي ما انتم شايفين الرابنج كله، بس ده الرابنج كده كله هنا. حطيت كمان على ايد الكرسي، حطيت هنا على ظهر الكرسي، حطيت المنطقه دي، حطيت الايد بتاع الايد اللي هي اهي برضو بتمسك من هنا، حطينا هنا حطينا هنا السايزات الظبط اهي. تمام. حطيت هنا على الالتراسونيك كده الكرسي تمام وبقى متعقم وبقى فله. نبتدي بقى اوريكم انا بحط ايه على التري دي اللي بيستخدمها الدكتور، فخلينا بقى اوريها لكم. اول حاجه هحطها على الكرسي بتاعي وهو النابكن او المنديل اهو، واحط الطقم او السيت بتاعي اللي هو تويزر والمرايه والبرو، يبقى دايما طقم كده فيه 3. دول الطقم بتاع الكشف. الايرتك ببقى معقمه كده زي ما انتم شايفين، فهاخد واحده واحطها هنا في الايرتك بتاعي من الدوائر، بدوس على الدايره وبدخل اول ما بسمع الصوت كده هو خلاص اهو، بجربها اهو كده هو تمام شغال. تمام. احط كمامه للدكتور، واحط اللهم صل على النبي جلافز، بس ده جلافز لارج اللي بيستخدمه الدكاتره الرجاله بشكل عام. تمام. وهحط القطن بتاع الاذن ده، بس هو ليه استخدامات تانية تخص الحشو، احنا دايما موجود عندنا. ده قطن بشاش اسمه جوز، بيبقى شاش وشاش وفي النص قطن، ده بيبقى خاص بالخلع الاسنان وكده. ده قطع قطن واحنا المفروض بنبقى عاملها ايه حتت صغيره كده اهو بتبقى مكوره، فاحنا بناخد منها برضو نمسح بيها دم او حاجه. وده كوتون رول برضو بالتالي، فالثلاثه دول بيفضلوا هنا. ده البنج الجل او البنج الموضعي، هو المفروض بريحه الفراوله بس، فاحنا ده لما بيجي مثلا يبقى فيه مريض هيعمل خلع ولا حاجه، فاحنا بناخد ده كده وناخد جزء بس منه كده وايه، ونعمل للمريض على اللثه، يخدر اللثه قبل ما ياخد الحقنه بتاعه البنج، فده اساسي موجود هنا برضه. تمام كده. دي خلاص كل الحاجات الخاصه بالتري بتاعتي، دي الحاجات اللي الدكتور بيستخدمها. عايزه اقول لكم كون ان انا احط جلافز وكمامه، ده اختراع من اختراعاتي انا. وعندي هنا زي ما انتم شايفين الحاجات اللي هو اساسي بيستخدمها. النابكن ده ممكن تحطي منه 2 بس هو انا اكتفي بواحد عشان هو بيشتغل هنا. فزي ما انتم شايفين كده المنظر عندي اهو. طيب هبتدي بقى ان انا اروق الجزء ده، وانا كنت وريتكم برضو بعقم بنفس المعقمات، اروق كده الجزء ده. عندي هنا اهو برضو ده الجزء اللي فيه بقية الادوات، وهنا المفروض اللي هو بيتحط الرابنج اهو. في حاجات تانية على فكرة عليها رابنج اهو،
اهو اللايت كيور والكاميرا بتاعتنا والدنتال اكس راي والتورش والروتري والابيكس روكيتور. فممكن ان احنا برضه هغير الرابنج ده كله بالمره، هغير الرابنج ده بالمره هظبط الدنيا دي كلها وارتبها. دي كده الادوات زي ما قلت مغسوله. نحط الرابنج البكر بتاع التعقيم بتاعنا مقص، وده السكشن انا هنقعه اغسله شويه ماشي، واحط عليه شويه سايدكس. عايزه اقول لكم السايدكس ده تحفه، بس بيبوظ المعدن. يعني انت لو لابسه فضه بيبوظ المعدن جامد، بيسوده. وده كلور، خليه منقوع شويه. ودول اتنقعوا امبارح بنفس الطريقه، يعني دول منقوعين من امبارح وبيتحطوا كده ينشفوا، منقوعين بنفس الطريقه. تمام، بيبقوا داخلين على التغليف والتعقيم فقط. بصوا شلت الرابنج اهو من على دول كمان لان انا كنت ناسياهم، وهبتدي ان انا احط رابنج عليهم تاني. وطبعا برضو مسحتهم وعقمتهم برضو بالسايدكس والكلور كده. عامل زي التابلت، بس ده اسمه ايبكس لوكيتور، بيبين ما بيعملوا حشو عصب، بيبين الجدر فين. شايفين بيبين الجدر اهو، يبين هو الدكتور يحشي الجتابركه لغايه فين بالظبط. المفروض ما ينزلش عن الخط الاحمر ده، يبقى اخره عند الاصفر، عند السهم ده كده. فطبعا كل الاجهزه دي بتبقى بالشحن عشان لما النور بيقطع ولا حاجه بنعرف نشتغل. كمان الكمبريسور اللي هو ده بيبقى مليان هواء، فبرضه يساعدنا ان احنا نشتغل بدون كهرباء. فبيبين لي هنا بقى ده عايز يشحن ولا لا. هنا بس هحط عليهم دلوقتي الرابنج زي ما انتم شايفين. رتبت الدنيا كده، حطيت رابنج تاني هنا. الاوضه كده بقت تمام كده، كله نضف، الدنيا هنا تمام. حطينا رابنج على الكرسي وتعقم، وحضرنا التري بتاعه الدكتور. فاعتقد كده الدنيا تمام. ما بنساش برضو ده لازم يتعقم، والكرسي ده والمكتب. اي كراسي خاصة بالمكان بتتعقم زي المكان بالظبط. بس ناقص بس اللي عاملها تعمل الارض بكلور وكده وخلاص. كده الاوضه تمام وراقت وبقت تمام. عايزه اوريكم هنا في شمس حلوه، بس انا قافله الدنيا عشان شايفين المنظر من هنا في جنبنا عماره، فانا لما بفتح بيشوفوني. فقافله عشان بس هفتح كده نهوي الدنيا شويه، وما بيجي الدكتور بنولع التكييف بس. وعامله المروحه دي كده. وده كده كان الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات ان انا دينتال اسيستنت، يعني فان انا اجيب لكم فيديوهات هنا من العياده بوضبها ازاي وبعملها ازاي. انا عملت فيديوهين قبل كده ازاي بغسل الادوات وبعقمها، وازاي ببكتها وادخلها الاوتوكلاف. واحنا النهارده عملنا الكرسي. لو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات، وهحاول ابقى اعمل لكم فيديو عن كذا حاجه يخص الادوات، يخص الحشوات، الحاجات دي. على قد ما عرفت انا مش دكتوره، بس انا المساعده، فبيبقى المساعده لازم يبقى عندها شويه معلومات فيما يخص ادوات الاسنان بالذات كتير قوي. ومساعده طبيب الاسنان غير اي مساعده اي دكتور، بيبقى الموضوع صعب قوي شويه. فانا بقى لي تقريبا في الوظيفه دي تقريبا 2 سنين، فالواحد يعتبر خد خبره شويه يعني. بس اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اهم حاجه تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. عايز استفسار او تعليق اكتبوا لي تحت في التعليقات. وما ننساش ندعي لاخواننا في فلسطين بالنصر ان شاء الله. ربنا يرحم موتاهم وموتانا. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.